في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذه القمة الأفرو آسيوية الكبيرة من هنا من مدينة أبها في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، حيث قمة أفرو آسيوية بين النصر السعودي والرجاء المغربي في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هنا في مدينة أبها، وحيث الوجهة العربية والقمة المنتظرة في هذا المساء بالتأكيد بين اثنين من أكبر أندية كرة القدم على المستوى القارة الآسيوية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية. أجواء جماهيرية كبيرة تسبق انطلاقة مباراة الليلة، وبطبيعة الحال كل شيء من حولي يشعرني ذات موسم، وبالتأكيد جهز فريق نحو استحقاقات نحو تاليسكا عنده الفرصة باليسرى قوية لكنها في يد الحارس. أول تهديد، أول فرصة كانت من جانب أندرسون. تاليسكا لكنها باتجاه بروزو، البحث عن الرؤوس، عرضية حلوة وخطيرة باتجاه بناء هجمة نصراوية طويلة باتجاه تاليسكا. تعود الكرة لعناصر الرجاء، بولكسوت يحاول على جهة اليسار، صراع بدني، وبعد ذلك الكرة في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. النادي الأفريقي الوحيد اليسرى، العرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة، لكن الإبعاد ماني يتدخل بروعة كبيرة من جانب ساديو ماني. شوف العودة من جانب ساديو ماني في المساندة الدفاعية، وبعد ذلك مستعجل في الهجوم، طويل الكرة لكن حكم اللقاء يشير إلى خطأ على ماني، خطأ على ساديو ماني. تدخل في اللقطة الماضية على لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء. تمريرة في الجهة اليسرى، بنتايك محمود يصل كرة، يبحث عن حلول تسلل عليه في اللقطة الماضية، تسلل في اللقطة الماضية بالعربية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية والآسيوية. خطأ يحتسب الحكم لرونالدو، خطأ لمصلحة رونالدو. تدخل في هذه السنة، في هذا الموسم الوضع مختلف بالنسبة للنصر مع تعاقدات مهمة. أولو يحصل على الانذار الأول في هذه المباراة. استحقاقات كبيرة، تاليسكا طويلة، رونالدو محاولة لكنها ننتظر الشرارة الأولى. كرة عرضية خطيرة بالراس، خط تاليسكا تمويه، تاليسكا تحضير لرونالدو، كرة يا إلهي، روعة يا كريستيانو، الله يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كرة، على لمسة، على سحر، على مهارة، على كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة. تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة، الكنترول، المهارة، تيليز باتجاه ساديو ماني، تحرك نصراوي في هذه الأثناء. لقطة الغنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد، يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هدف جميل جدا يا نصر، بروعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة. قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته، الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول. شوفها مرة أخرى، ماني، رونالدو، كريستيانو بكرة، لكن الحارس يتألق في ردها، في صدها، في إبعادها أمام كريستيانو. تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية. الكرة اللي كانت من جانب الدفاعية، المساحات والمهارات عند النصراوية والمساحات عند الرجاء إلى تيريز، يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل منطقة بالراس، بروعة كبيرة يا ولد، فوفانا والثالث يا نصر. الله، أي متعة، أي كرة، أي عرضية يا تيليز، الضربة الرأسية أسمراني، جميلة من فوفانا، روعة يا نصر، روعة، كرة جهة اليمين باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء بروعة كبيرة. كان العمل الفني ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو، عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية. الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، هفوة قاتلة في اللقاء الماضي
نجامي سجل في مرماه. هجوم في شوط المباراة الثاني. تاليسكا عرضية لكن عاد الحارس على مرتين. كريستيانو يحاول ولا زالت فيها صافرة. خطأ على كريستيانو. شوف هذا اللي يتكلم عنه بالنسبة لموضوع رونالدو، الشغف الموجود عند رونالدو، القتالية اللي موجودة عند رونالدو، وتاح وسجل هدف بينما قبل أكثر من هدف. كرة أمامية. السلام عليكم أصدقاء ديالي، هما الإخوان. ملخص ديال النصر والفريق الرجاء البيضاوي. الهدف ديال كريستيانو رونالدو المبهر الساحق الماحق في شباك الرجاء. حنا كندعموا فريق الرجاء البيضاوي كون حنا نضعفوا، ولكن الهدف راه كان زوين. اخوان الاخوات، الفيديو كنتمنى انكم تفعلوا معاه، متنساوش لايك بارطاج الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في ملخصات جديده. اخوان كي جاتكم هاد الطاقيه حكا شوفوا اللون ديالها الصفر. غندير لكم ان شاء الله شرح كيفاش تصايبوا الدار بلا ما تشريها. صراحه الله شريتها، ولكن كنفكر انني ندير شروحات عليهم.